داخل على جواز ومش عارف تجيب دهب منين في مصر. طب اعتبار انك معاك فلوس اصلا. تعال اقولك، مصر عندها واحد من اغنى احزمة الذهب في العالم، في الصحراء الشرقية. اغلب الدهب عندنا بيكون محبوس جوه عروق كوارتز، اتكونت لما محاليل حرارية مائية عدت في الشقوق. لما الحرارة والضغط اختلفوا اترسب الدهب مع الكوارتز والبيرايت، وده بيحصل لأن الكوارتز تركيبه الكيميائي بيشتغل كأنه مصفى للدهب ومش بيتفاعل معاه. على عكس البيرايت، الدهب بيرتبط بالبيرايت كيميائيا لأنه بيحب المعادن الكبريتية. ومن أشهر أماكن تعدين الدهب في مصر منجم السكري، أكبر منجم دهب في الشرق الأوسط، وبينتج حوالي 14 طن ذهب سنويا. عملية الاستخراج بتتم كالتالي. قبل ما نكمل، عملت لايك وفولو ولا لسه؟ بنجيب الصخر ونكسره، وبعدها نطحنه زي ما بتطحن في حياتك كده عشان تجيب الدهب. وبعدين نفصل الدهب بالسيانايد عشان نطلع حتى الدهب اللي مستخبي جوه معدن البيرايت. وهنا بيجي دور الجيولوجي اللي هو احنا اللي بنحدد اتجاه العروق ونقيس التركيز، ونقول لفرق التعدين فين تحفر وفين توقف وفين الدهب الحقيقي مستخبي. فاللي بيدور على شقاء أو بيدور على كنز علمي، الدهب موجود، بس محتاج عين جيولوجي تعرف تلاقيه.